عام نقابة المثقفين التربية البدنية والرياضة. الوقفة الاحتجاجية هذه نحكوها رسالة مضمونة الوصول إلى وزير الشباب والرياضة الجديد في حكومة سيد مهدي جمعة، لأنه وهي تعبير على غضب ونفاذ صبر المثقفين اللي هيكلهم النقابية منذ سنتين وهي تناضل. سنتين أثبتوا فيها المتفقدين أنهم على درجة عالية من المسؤولية، صبروا برشا، ما حبوش يدخلوا في تحركات اللي ربما تعطل ربما توقف سير الإدارة، لأنه اليوم بعد سنتين حتى مطلب من المطالب اللي تقدموا بها المتفقدين ما تحقق. الفريق اللي كلفوا الوزير الراحل بالحوار وفي تفاوض مع الهياكل النقابية، اعتمد سياسة التسويف، اعتمد سياسة المراوغة، اعتمد سياسة نقد العهود. بعد ما تم الاتفاق على نقاط وعلى تمشيات وتوجهات نلقاو نفس الإدارة هي بيدها ونفس الأطراف هي بيدها تواصل في الممارسات. اليوم جينا نعبروا على 3 مطالب أساسية. المطلب الأولاني هو الحقوق الاجتماعية لمتفقدي التربية البدنية والرياضية. لازم تعرفوا إلى متفقد التربية البدنية عنده نفس الدرجة ونفس الكفاءة ونفس الشهاية زملائهم متفقدين في وزارة التربية، إلا أنه ما يتمتعوش بأبسط الامتيازات وبأبسط الحقوق المادية اللي يتمتع بها متفقد وزارة التربية. هذاك علاش طالبين تطبيق مبدأ التناظر مع زملائنا. المطلب الثاني هو الترفيع في المنحة الخصوصية. يلزم نعرفوا أنه متفقد التربية البدنية يأمن سير وتقييم ومراقبة زوج منظومات: المنظومة التربوية، مادة التربية البدنية وكل ما له علاقة بذلك، والمنظومة الرياضية بما فيها الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية والجامعية، مراكز النهوض بالرياضة، ويؤمن حتى تقييم ومراقبة القاعات الرياضية الخاصة. والخدمة هذه يكون بها حتى أيام العطل المدرسية والأيام العطل الرسمية وحتى أيام الأحد. هذا الكل يقوم به المتفقد، لا هو مشكور ولا هو محمود بدون مقابل. اليوم المتفقدين ضحوا لمدة سنوات وآن الأوان أنهم ياخذوا حقوقهم كما بقية القطاعات. النقطة الثانية هي إصلاح القطاع. لازم نعرف أنه قطاع التفقد والتقييم بصفة عامة هو سلطة، ونجم يكون سلطة مضادة، هو سلطة تراقب التصرف، هو سلطة تراقب القرارات، وهو أيضا هيكل اللي يبني التصورات ويبني الاستراتيجيات. كلكم لاحظتوا اليوم الوضعية في الرياضة والوضعية في التربية البدنية والوضعية اللي وصلت لها حتى البطالة في القطاع هذا، لأنه ما فماش استراتيجيات، لأنه للأسف الشديد نقولوها الإداريين لا يمكن لهم رسم استراتيجيات. المتفقدين هم الخبراء وهم المؤهلون للتفكير وللتصور وللاقتراح وللتنفيذ وللتطبيق. دونك طالبين إصلاح كامل وجذري لهذا القطاع اللي حرم ونزع فيه المتفقد حتى من حقه في إسناد العدد البيداغوجي. أصبح العدد البيداغوجي اللي يسند المتفقد تحكم فيه الإدارة، يعني جرد المتفقد وتم تهميشه لأنه يمثل سلطة. الإدارة من قبل دخلت في الاستراتيجية هذه، واليوم نفس الاستراتيجية قاعدة متواصلة. اليوم لازم يرجع مكانة المتفقد ووزنه في المنظومة. المطلب الثالث هو متعلق بالتسميات في الهياكل، التسميات على رأس الإدارات. عندنا العديد من الزملاء اللي عندهم رتب يتمتعوا بامتيازات مديرين ومديرين عامين لإدارات مركزية، وقع إقصائهم دون مبررات قانونية، ويقع تعيين ناس اللي ما عندهاش حتى لا تستجيب حتى للشروط القانونية باش يكون في مستوى إدارة مركزية وتسير الإدارة وتسير القطاع، ومنها إدارة التفقد وعلى رأسها إدارة التفقد. لذا نحن ننتظر من الوزير الجديد اللي متوسمين في الخير واللي مادين له يدينا باش نصلحوا القطاع وباش نعاودوا نهيكلوه، باش يعاود يراجع مسألة التعيينات، باش يعاود يراجع مكانة المتفقد البيداغوجي في المنظومة هذه، وباش يعطي للمتفقدين حقوق. عندنا ابسط الامتيازات مثلا منح التكليف، زملائنا في التربيه عندهم منح التكليف، هذه عمليه يقوم بها المنظمه التربيه البدنيه مجانا. الامتياز الثاني حتى على مستوى خلاص رؤساء المراكز في الامتحانات الوطنيه. وقتي نعطيكم معدل متفقد رئيس مركز امتحان
وطني متفقد في اي ماده من المواد التربويه يتقاضى ما يقارب 15% دينار و5 في النسخه. اذا كان نحسب المعدل عنده مطلق التربيه المدنيه يمكن ياخذ 150 مليون على المترشح الواحد. في دوائر التفاقد كيف هناك منح خاصه للتفاقد في المناطق الريفيه اللي ما يتمتعش بها المتفقد، والعديد من الامتيازات اللي محروم منها متفقد رغم انها حقه الشرعي والقانوني. والى حد الان الاداره والوزاره ترفض منح المتفقد هذه الامتيازات. فعلا عملية إقصاء المتفقدين عملية ممنهجة وعملية مقصودة. عملية إبعاد المتفقدين عملية مقصودة وعملية مبرمجة، لأن المتفقد في حقيقة الأمر هو الخبير في القطاع، هو عنده التكوين الأكاديمي وعنده الخبرة الميدانية وعنده النظرة الاستشرافية وعنده القدرة على التقييم وعلى التعديل، ولكن يقع إقصاء من جميع الملفات الهامة، من جميع الملفات المصيرية والاستراتيجية. أول حاجة يبدأ الوزير الجديد أنه يؤمر إدارته وإدارة المسؤولين في الإدارة بتطبيق القانون، لأنه أول حاجة ندافعوا عليها ونطالبوا بها هو مجرد تطبيق القانون. وصلنا احنا اليوم كنقابات ناضلوا ضد مسؤولين باش يطبقوا القانون لا اكثر ولا اقل، ثم انه راهو نقولوا سيد الوزير الجديد راهو الوزارات عطوها فرصه، الادارات عطوها فرصه باش تعالج المشاكل، والى اليوم لم تنجح وفشلت وعمقت المشاكل وعمقت الازمات. بقى هيكل واحد مازال ما عطاش صوت، مازال ما عطاش راي، اللي هو المتفقين البيولوجيين. لازم يرجعوا لمكانتهم ولازم صوتهم يسمع، ولازم يكونوا شركاء فعليين في بناء التوجهات والاستراتيجيات والبحث. طبعا احنا اليوم فقط تصدر اصلا المشاريع ومذكرات غير قانونيه لا شكلا ولا مضمونا بدون سند. مناشير اللي تنظم القطاع ليس لها سند قانوني، وهذا من ابجديات العمل والتسيير الاداري.